السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبده عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. طبعا احنا واخدين عهد على نفسنا يا جماعة السنة دي إن احنا ما نصورش فيديوهين في مكان واحد، يعني إلا للضرورة القصوى. فعلشان كده احنا هتلاقوا كل يوم هتلاقونا كل فيديو هتلاقونا بتصور في مكان، وعلشان كده احنا اخترنا المكان ده النهارده في استضافة ابن عمي يعني. بس اسمحوا لي في اول الفيديو ده يا جماعه، كان ليا صديق الله يرحمه ويسامحه الحاج الاستاذ هاشم سعيد، توفى هو شاب صغير. انا عايز حضراتكم تدعوا له بالرحمه. كل سنه وحضراتكم بخير، وان شاء الله هنعمل فيديو النهارده هنا، ومش هنختصر على حوش عيسى يا جماعه. احنا اي مكان في جمهوريه مصر العربيه بياكل هنروح له هنصور فيه فيديوهات. نهاركم زي العسل. نهاركم زي العسل. يا قدام يا كريم يا رب. استنى نطلع العياشي عشان نستفتحوا كده. خد كل الناس العياشه يا بوسي، وربنا العياشه ما هي هنا. استغفر الله العظيم. فين يا رب؟ اهي ركوبتها بحل. ان شاء الله هيبقى وش خير الدنيا بامر الله تعالى. زي العسل. يا كريم يا رب والله. وبعدين احنا هناخد السمك النهارده هيزحموا، هنخلصه لكم النهارده مختار. وانا عمال نطلع وننزل امبارح كده على الفاضي ولا ايه؟ صباح الفل. ما تاخد الا نصيب. لا تاخد نصيب. تاخد الكيلو والله. صلاة النبي. اديله على ودانه يا ولا، اديله على ودنه يا ولا. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. يا شيخ حوروش ايه؟ نهاركم ابيض نهاركم ابيض. وشه نقول عن بوكا، وشه عند اختكم. تعالي تعالي. صلاة النبي. صلاة النبي. صنادين يا رضا. اديله على ودنه ولا. استنى يا ابو احمد استنى. الله وشك الله يوقف حالك. ادعي له. عايز خلطه انت جشعت. ازيك يا ابو دينه؟ الصوره عامل ايه يا ابو حبيبي؟ الله يخليك يا ابو دينه. من السنة اللي قبل اللي فاتت كان معايا عود دايمونت أحمر. العود ده كنت اشتغلت بيه في موسم البن لو حضراتكم فاكرين. فالسنة دي نزل العود الفيستا اللي هو عند الحاج بدر ستار اللي هو الأخضر ده. العودين تحس إن هم عيدان اللي عاملهم معلم. فبعدين بنسأل قالوا لي دي شركة أكوا مارينا. شركة أكوا مارينا هي اللي مستوردة العدة دي.
فانا بصراحه العيدان عجباني، ومن خلال الفيديو ده انا بشكر شركه اقوى مارينا واصحابها على العده اللي هم بيجيبوها لنا، لانها بصراحه عده ممتازه وتناسب جونا في مصر. حبيت اقول الكلمتين دول لله بس، لوجه الله. شركه اقوى مارينا الف شكر. يا مسهل. صلاة النبي. تفرج والله، هتبقى احلى سنه السنه دي ان شاء الله. اديله على خشمه. مش كل مره نطلع العياشه بقى، واحده كده وواحده كده، كل سمكتين ثلاثه. انت عارف لو دول غوية يا ابو احمد اشتغلت كده صح؟ لا بس لما تبقى الماء زي ده بيبقى غويط. الله عليك يا عبد اديله على ودنه ولا هو دي يا حاج. ده لسه كمان هتستعجل. ان شاء الله ما توعى ترمي. عايز شهر نظيفة يا حاج عبد. عيون يا شيخ احمد. 25 حاضر. بس كنا نظيفة يعني. احلى وكرة شعر يا شيخ احمد. ايوه الله عليك رمي. الله عليك رمي. رامي يا طيب. السمكة شدت في الحامي وراح طلع على وش المايه مرة واحدة. صلاة يا كريم يا رب. سمكة بعد الصلاة على صلاة العصر دي أحلى سمكة. صباح الفل. الظاهرة بقى برضه حضراتكم هتشوفوها على المية. اليومين دول تاخد كام سمكة كده وتاخد شراية. تبص تلاقي غمزة، مش كل الغمز سمك كبير، تلاقي غمز شر برضه في وسط السمك، لأن والله السمكة لسه ما هجمت يا جماعة. طول ما الذكر ملون، طول ما لسه السمكة ما هجمتش، لسه الموسم ما دقش، ده تعتبر بشاير. والسبب تأخير السمكة في الأكل إن الجو برد، بس الجو خد فترة. يعني إحنا كنا متعودين الصيف يبدأ علينا من أول 4، ده إحنا النهاردة هو في شهر 5 خلص وإحنا في 6 و15/6 ولسه الجو برد، فده اللي أخر عملية أكل السمكة بس. أسهل لك يا حاج أحمد، أسهل لك يا حاج أحمد. الله يصلح لك الحال. المكان مطول. ايوه، ما هو عشان العتبه اللي فيه دي. يا منت كريم يا رب. شوف السمكة، كتر خيرها والله، الله كتر خيرها. بس انا نحطهم في العياش. مش هنقوم سمكة سمكة بقى يا عم صلاح. سمكة سمكة دي ما عادش تاكل معانا هنا في الحوش، ده كان زمان. من زمان. هناك هناك فين؟ يا مسهل الحال، يا مسهل الحال. صلاة النبي. عليه الصلاة والسلام. لا لا والله. حلوة الصدفة دي. نمسكه الكبير عشان حتى لو الصغيرة راحت في داهية. استنى يا حاج، والله حلوة الصدفة دي.
هتشوفونا ايه السنه دي في كل دور شويه، كل دور نعمل فيه فيديو. فهو هتبقى سنه شقه، وهنعمل رحلات محافظات برضو ان شاء الله، يعني خارج نطاق البحيره برضو هنعمل رحلات بامر الله. رحلات لنا احنا يعني ايه، الميه حد من اصدقائنا يكلمنا هنروح نصور عنده فيديو ولا حاجه. سيبنا زي ابوك ولا ايه؟ ده ابوك ده صياد نص كوم. يخرب بيتك. انا اللي معلم. مين معلمك يا مصطفى؟ معلم انا. مين معلمك حاج طيب؟ عبد ابو عبد الله حبيبي. ماشي يا عم. ايه وراح بالك ايه؟ بس ادي الحاج احمد كوبايه. هو انت قعدت لي يا ابو وش بومن ايه؟ احلى ختام في العالم. اولا احنا السنه دي عايزين نعمل نظام للقناه يبقى هو السنه دي، بحيث ان حضراتكم ما تزهقوش مننا. طبعا الناس اتعودت تشوف ريشه وغماز ودور واحد، لا انا مش هعمل كده السنه دي ان شاء الله. بامر الله هتلاقي تصوير غالبا لو اتزنقت قوي هنصور في الدور مرتين، وهنغير الميات، وهنلف في المحافظات، هنعمل رحلات طويله، رحلات بيات 3 ايام و4 ايام حسب بعد المسافه. فتعودوا مننا الايام اللي جايه والموسم اللي جاي ده، بقيه الموسم ان شاء الله بامر الله هيبقى موسم مختلف عن المواسم اللي فاتت قبل كده. وفي اخر الفيديو يا جماعه انا بشكر اخويا وصديقي ابو اياد، الاستاذ وليد ابو اياد صاحب قناه صيادين بنها ابو اياد، راجل محترم وراجل اخلاقه عاليه، واتقابلت معاه عند الحاج بدر، راجل بامانه ربنا لا نزكيه على الله. وبشكر عمنا الكبير اللي على راسنا من فوق، عم جمال خورشي، اللي بقول له يا عم جمال انت وحشتنا. وبشكر حضراتكم على المتابعه، وبشكر الاستاذ عزمي اللي منورنا النهارده، ومع الف مليون سلامه. نورتنا يا استاذ عزمي، نورتنا والله.